بص يا اخواتي، انا مش بتاع تقييمات، بس السنة دي لقيت قدامي صفقة انميات اقول لا. في الفيديو ده هتكلم عن انميات موسم 2024 و 2025 اللي اتفرجت عليها، وايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش، وانا مستني ايه وهشوف ايه بعد كده. فجاهزين؟ يلا بينا. So make way, start a revolution. Make way, we can't happen now. Make way, start a revolution. So make way. So make way, start a revolution. Make way, start a revolution. So make way. نبدأ أول حاجة بموسم خريف 2024. ما شاء الله كان في تخمة في الأنميات زي بلو لوك، بليتش، دراغون بول دايما، وان بيس أرك اليوجين، رينما نص، أو زي ما تربينا عليه ينبوع الأحلام. تخيلوا بقى، أنا وسط المعجنة دي كلها ما اتفرجتش غير على الأنمي بلو لوك، وده بسبب إني مش لازم أتابع 100 أنمي في الموسم ده، غير إن عندي حياتي والجامعة بتاعتي، فيادوب عرفت أتابع حاجة من الموسم ده. وكنت عايز أتابع أنمي رينما بس ملحقتش عشان الوقت كان ضيق عندي أوي. أنمي بلو لوك إنتاج شركة 8 بت أو شركة 8 بت، وده كان الموسم الثاني من الأنمي، وبصراحة عجبني. كان فيه تحديات جديدة وصعبة، انقلابات ومؤامرات فكرتني بداس أنا عارفها كويس، والنهاية كانت ماتش بين بلو لوك والمنتخب الوطني تحت 20 سنة. والحكاية إن اللي ماسكين اتحاد الكرة في اليابان متضايقين من مشروع بلو لوك علشان بيهدد الاستثمار بتاعهم في الكورة، وكشف فسادهم في اتحاد الكورة. أنا زي ما كنت شفت الكلام ده قبل كده. يلا ما علينا. فعملوا ماتش بين الفرقتين هيترتب عليه مصير كل فرقة، يعني لو بلو لوك كسب هيبقى المشروع ده ماشي صح ويستاهل يمثل البلد في المستقبل، اما لو خسر هيتشطب خالص من اتحاد الكورة وكأنه ما كانش موجود اصلا. وده بيدي جو من الحماس والتحدي في الانمي طول ما انت تتفرج عليه. وبيخلص الانمي بفوز بلو لوك، ومستني الموسم الثالث بفارغ الصبر اللي محدش عارف هينزل امتى، بس انا متحمس له جدا، بالذات بعد ما عرفت عنه معلومات كتير زي اللاعب اللي اسمه قيصر اللي ظهر في اخر الانمي. ده غير ظهور نوادي كبيرة في الأنمي زي بايرن ميونخ وبرشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان. فأنا عايز أعرف إيه اللي هيحصل بعد ماتش اليابان. تقييمي ليه 8 من 10، وده عشان الرسم ما كانش قد كده. ونيجي لموسم شتاء 2025 اللي كان موسم كويس جدا، نزل فيه سولو ليفلينج، دكتور ستون، ساكاماتو دايز. انا اتفرجت فيه على سولو ليفلينج الموسم الثاني اللي هو اريس فروم ذا شادو، انتاج استوديو A1 بيكتشرز. وبصراحة الجزء ده حلو قوي، وحصلت فيه أحداث كبيرة زي وصول سونج لرتبة اس، وكونه عاشر واحد من الرتبة دي بعد فترة طويلة، وإكسير الحياة اللي عمله اللي رجع أمه من النوم تاني، وأخيرا معركته مع ملك النمل. الأنمي قصته ورسمه وأحداثه حلوين جدا، وتقييمي ليه 9 من 10. ونسيب الشتاء ونروح لموسم الربيع 2025، واللي أنا بشوفه موسم هادي مفهوش أنميات كتير، وده من وجهة نظري طبعا. هينزل فيه أنمي رجال الإطفاء معلش أنا مكنتش عارف اسمه، أنا مش فاكر اسمه أصلا، بس هو اسمه رجال الإطفاء، عدوها لي يعني. والأنمي اللي أنا شخصيا مستنيه أنمي لازاروس من إنتاج استوديو مابا. أحداثه بتحصل سنة 2052 عن دكتور سكينر اللي خد جائزة نوبل بعد ما عمل دواء سحري اسمه هابونا، وفجأة يختفي ويرجع بعد 3 سنين. يقول كل الناس اللي خدت الدواء ده هتموت بعد 3 سنين، وإن الدمار جه للعالم كله لا محالة. وعشان كده الحكومة كونت فرقة خاصة مكونة من 5 عملاء على أعلى مستوى واسمها لازاروس. واللي عجبني أوي في الأنمي ده إنه خيال علمي وإلى حد ما واقعي، مفهوش قوة خارقة، مفهوش بانكاي، مفهوش ظلال. وبصراحة أنا بحب النوع ده، أو بمعنى أصح بحب الإنسان هو اللي يكون مسيطر في الأنمي من غير أي أفوارة. الأنمي المفروض ينزل يوم 6/4/2025، وأنا هستناه متحمس له جدا. ونسيب الربيع ونروح للصيف 2025، واللي برضه موسم متوسط شوية، هينزل فيه كايجو 8 الجزء الثاني، الجزء الثاني من ساكاماتو دايز، دكتور ستون، ساينس فيوتشر بارت 2. وانا مستني انمي كايجو 8، وعايز اعرف ايه اللي هيحصل بعد اخر معركة بين كافكا واشياما، وهل كايجو 9 هيكون ليه دور؟ ده اللي هنعرفه لما الانمي ينزل، والمفروض ينزل يوم 1/7/2025. لسه قدام وقت يعني، احنا كده كده مراش حاجة مستنيين. واخيرا نختم بخريف 2025 اللي هينزل فيه بوكو هيرو الموسم الاخير، وان بانش مان، سباي اكس فاميلي. وانا مستني بوكو هيرو علشان بصراحة احداثه كانت سخنة قوي، وعايز اعرف نهاية القتال بين ميدوريا وشيجاراجي. وبصراحة نوع الاكشن والقتالات في الانمي مش عارف ليه بيفكرني باسلوب دراجون بول وقتال جوجو وفريزر، انا حاسه كده بصراحة. وبس ده كان تقييمي لجزء صغير من 2024 وباقي جزء 2025. وبس كده يا شباب، ده كان رأيي في موسم 2025 والانميات اللي اتفرجت عليها واللي مستنيها واللي متفرجتش عليها واللي فاتني ميعادها اصلا. وقولوا لي انتوا كمان رأيكم في الموسم ده، وهتتفرجوا عليه وهتسيبوا ايه. وبس كده، كان معكم احمد، سلام.